السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل الزلابية بتكاتها وحركاتها اللي تخليها مقرمشة لحد اخر واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. انا معايا هنا 3 كوبايات دقيق، معايا معلقة او معلقتين سكر كبار ومعلقة ملح صغيرة خالص. معايا معلقتين لبن بودر، معايا هنا 3 معالق نشا، معايا معلقة ونص كاستر، معايا 3 معالق زيت، وهنا طبعا الخميرة والفانيليا والبيكنج باودر، ومعايا كوباية ونص مية من نفس المعيار اللي عايرت بيه الدقيق. اول حاجة هنمسك الدقيق، نحط عليه النشا ونحط عليه الكاستر. بالمناسبة لو مفيش كاستر حطي بداله نشا، وادي اللبن البودر. احط الحاجات دي كلها على بعضها واقلبها كويس، واخد ورقة فانيليا واحدة، وهحط معلقة صغيرة مش مليانة قوي بيكنج باودر، ده بيساعد هنا يكون هشة. ودي يعني ايه، انا مش عايزة اكتر في الملح، حاجة صغيرة قوي. وحطيت نص السكر، نص السكر التاني هحطه ادوب فيه الخميرة، ده اللي هحطه على الخميرة عشان اختبرها هي كويسة ولا لا. ادي معلقة خميرة فورية كبيرة، واحط معايا انا كان كوبايه ونص ميه، حطيت منهم نص للخميره. طبعا الميه لازم تكون دافيه. هنا بدات تخمر معايا وحسيت ان هي كويسه، حطيتها على العجينه. مهم قوي ترتيب السوائل مع ورا بعض. بدات الاول احط الخميره والزيت واقلبهم كويس، وابدا انزل بالميه واحده واحده علشان ما تسيبش مني قوي وما تبقاش يابسه. احط كده واقلب واشوف السمك معايا عامل ايه. وكل ما اقلب ممكن بالمضرب طبعا اليدوي الكهرباء، لكن انا ايه حبيت اوريها لكم بايدي عشان اوريكم ان هي العمليه سهله وبسيطه يعني. ابدا ان انا اقلب فيها كويس كده واربها كويس في قلب بعضها. اقلب ولما احس كل ان هي بقت تمام خالص اشوف محتاجه تزود ولا لا. زي ما انتوا شايفين كده بقت ممتازة قوي معايا. هي اخدت الكوباية ونص، وخدت حوالي ربع كوباية كمان، لان احنا متفقين طبعا ان كل دقيق بيختلف عن غيره. اديكوا شايفين سمكها كده ممتاز جدا. وكده بقى نبدأ نضرب فيها كويس، او مثلا او قد 3 دقايق، وبعد كده اروح اغطيها بالاسترتش واركنها مثلا بتاع حوالي ساعة، ساعة ونص اقل حاجة لحد ما تخمر. لازم تخمر كويس قوي قوي قوي. اغطيها كده واركنها بقى شوية قد ساعة ونص اقل حاجة. يعني كل ما تقعد وقت اطول كل ما يبقى افضل. هنا خمرت اهي معايا بقت كويسة قوي زي ما انتوا شايفين. ابدأ بقى اسلكها. افرغها طبعا من الجناب عشان افضي اللي فيها ده، وارجعها لاصلها كده بالراحة خالص من الجناب كده. طبعا للتشكيل بقى ممكن تجيبي معلقة اللي هي المدورة دي بتاعة المعيار، تحطيها في قلب الزيت وتقطعي بيها، وتمسكي تعصري في ايدك كده وتعصري العجينة في ايدك وتاخدي بالمعلقة وتحطي في الزيت. وممكن، وانا ده اللي بستسهله اكتر، اخد اي كيس من بتوع الحفظ بتوع التلاجة، او كيس الحلواني اللي هو بتاع الكريم جانتيه، احط فيه العجينة وابدا ان انا افتحه فتحه صغننه وانزل في الزيت واقص بالمقص. افرغ كده الهواء منه واقص فتحه صغننه قوي حسب اللي انا محتاجاها، حسب حجم الزلابيايه اللي انا محتاجاها. زي ما انتوا شايفين كده بيكون الزيت معايا سخن، وابدا انزل. هي شكلها في الاول بيبقى كده، بعد كده بتدور. ده دليل ان العجينه ممتازه. كل ما العجينه تبقى كويسه، هي اول ما بتنزل في الزيت هي بتدور لوحدها.
طبعا في حاجات بتطلع ايه مختلفة، حاجة بسيطة، بس الشكل في النهائي منفوشة ومفرغة من جوه، وزي ما انتوا شايفين اهي دورت اهي وبقت كويسة جدا. تبلي المقص في الزيت وتروحي قصة على طول، بيبقى حلو جدا. هقليها الاول قلية، نص قلية يعتبر، بتبقى ايه يا دوب لونها ابتدى ياخد لون، وطبعا مع التقليب المستمر كده. واول ما تاخد لون اروح ايه انشلها علشان هقليها مرة تاني. دي من عوامل اللي بتخلي الزلابية مقرمشة. الزلابية طبعا في ناس بتقول عليها لقمة القاضي، وفي ناس بتقول عليها العوامة، الناس السوريين بيقولوا عليها العوامة. زي ما انتوا شايفين اهي، يعني كل ما بتطفو كده على الوش ده دليل ان هي مفرغة من جوه وهشة، ودي كده تفضل مقرمشة بقى معاكي، تلاقيها طرية من جوه ومقرمشة من بره. طبعا يعني لازم التقليب المستمر كده علشان كلها تبقى لون واحد، وما ابتديش اقلب فيها غير لما احس ان هي ابتدت ايه تستوي يعني. انا كده قليت الكميه كلها معايا وفرطتها على صاجة علشان خاطر ما يبقاش فوق بعضه. يا دوب الزيت يبقى بارد هنا، ما يبقاش سخن قوي، يعني يبقى يا دوب دفي كده. ابدا انزل بالزلابيه تاني لما تكون بردت. لازم اسيبها بعد ما اطلعها المره الاولى، اسيبها قد مثلا ربع ساعه نص ساعه احس ان هي بردت، ابدا انزل بيها في الزيت تاني. وطول ما انا واقفه اقلب فيها كده واغطسها جوه الزيت عشان كلها تاخد لون واحد. زي ما انتوا شايفين كده ابدا اغطس فيها كده لما احس ان هي كلها اخدت اللون الذهبي الجميل ده. هنا طبعا حطيتها دي بالايه بالعسل. العسل بتاعنا او الشربات بتاعنا او السيرب دوت عبارة عن 3 كوبايات سكر وعلى كوبايتين مية، واول ما يغلوا بحط نص عصرة ليمونة واسيبها تغلي لمدة 15 دقيقة، ولازم تكون باردة. طبعا بيبقى تخين شوية. دي بقى ده في جزء عملته بالعسل، وجزء رشيت عليه سكر. ده جزء كده طلعته بنرش عليه سكر، كل ما اطلع طبقة ارش عليها سكر وهي سخنة. طبعا ده ما بيتحطلوش عسل. وده الشكل النهائي، جزء عملته بالعسل وجزء عملته بالسكر. هي سهلة وخفيفة ومن الحلويات اللذيذة قوي، وهي بس اهم شيء ان تتبع الخطوات. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.